السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا في أولى ثانوي سكندري 1 عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنشرح طبعا lesson 2 part 2 البيولوجيكال بروسيسز، وهنتكلم النهارده على البيولوجيكال بروسيس المشهورة جدا اللي بنسميها باسم cellular respiration أو التنفس الخلوي. الحصة اللي فاتت أخدنا ترانسبورتيشن، الحصة دي هناخد الريسبيريشن أو السيلولار ريسبيريشن أو التنفس الخلوي. بص يا ولاد، أنت اوريدي قبل كده أخدتها أصلا في lesson 1 part 2 او lesson 1 part 2 اخدت فيها ريسبيريشن، واخدت عمليه الجلوكوز اوكسيديشن اللي من خلالها بنكسر الجلوكوز وبنطلع الجلوكو والاي تي بي منه ساعه الكربوهيدراتس لما خدنا الكربوهيدراتس والبروتينز والفاتس والنيوكليك اسيد. فانت اوريدي واخد نص الكلام دون، هتلاقي نص الكلام متكرر وهتلاقيه سهل جدا، بس احنا برضه هنشرحه لك تاني من الاول. بص يا ولاد، تعال نبدا بعمليه السيلولار ريسبيريشن التنفس الخلوي. خليني اسالك سؤال، هو ليه جسمك بيعمل تنفس خلوي؟ يعني ليه جسمك بيعمل تنفس خلوي او بيكسر الجلوكوز؟ ليه جسمك هو التنفس الخلوي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بكسر الجلوكوز عن طريق الاكسجين. هو انت اللي بتشم اكسجين؟ احنا سالنا نفسنا قبل كده اشمعنى الجاز اللي بتنفسه هو جاز الاكسجين؟ لما بشم اكسجين ليه؟ اشمعنى اكسجين؟ عشان الاكسجين بيدخل على الجلوكوز يعمل في الجلوكوز او السكر يكسر الجلوكوز، ولما الجلوكوز بيتكسر بيخرج انرجي طاقه، الطاقه دي بتخرج على شكل مركب سميناه ايه؟ ATP او باسم اخر ادينوزين ترايفوسفيت، هذا المركب المشهور. طيب بصوا يا ولاد، خلي بقى نشرح ازاي السيل ريسبيريشن دي بتتم. بصوا يا ولاد، عشان اعرف ازاي السيل ريسبيريشن دي بتتم هنعرف الاول ان هي بتحصل على 2 ستيجز، مرحلتين. تعال نبدا بالفيرست ستيج او بالمرحله الاولى. المرحله الاولى للتنفس الخلوي، الفيرست ستيج. بص يا ولاد، الفيرست ستيج دي بتحصل امتى؟ لما يكون عندي جلوكوز وانا عايز اكسر الجلوكوز ده. يعني انا عندي سكر في الدم وفي الخلايا، والسكر في الخلايا دون عايز يتكسر، مين اللي هيكسره؟ الاكسجين. يبقى اول مرحله اسمها جلايكوليسيس، او اول ستيج معانا هناخدها اسمها جلايكوليسيس. طب مستر يعني ايه جلايكوليسيس؟ بصوا يا ولاد، جلايكو جاي من كلمه جلوكوز، جلايكو جاي من كلمه جلوكوز، واللايسيس باللاتيني معناها بريكنج. يعني لو ترجمت كلمه جلايكوليسيس، لايسيس يعني بريكنج وجلايكو يعني جلوكوز، يعني بريكنج اوف جلوكوز، تكسير الجلوكوز. دي اول مرحله. يبقى اول مرحله معانا اسمها جلايكوليسيس يا اولاد، او زي ما سميناها بريكنج اوف جلوكوز. اختار بس اللون دون عشان مش عاجبني اهو، جلايكوليسيس تكسير الجلوكوز. المرحله دي بتحصل فين في الخليه يا اولاد؟ بتحصل في الخليه في مكان سميناه السيتوبلازم. مستر مش السيتوبلازم ده كان بره الخليه يعني، بس مش من جوه قوي يعني. من هنا يا مستر، يعني انا لو مستر عندي سيل دي، فدي النيوكليوس، دي بتكون النواه، والجزء ده كله يا مستر ده اللي بسميه سيتوبلازم. الله ينور عليك. يبقى الجلايكوليز بتحصل فين؟ في السيتوبلازم، ودي الميتوكوندريا. طب مستر معلش، هو انا مش واخد الترم اللي فات ان عمليه السيلولار ريسبيريشن بتحصل في الميتوكوندريا؟ ازاي بقى يا مستر قلت لي الترم اللي فات بتحصل في الميتوكوندريا والترم ده جاي تقول لي بتحصل في السيتوبلازم؟ عزيزي الطالب، انا قلت لك السيلولار ريسبيريشن متقسمه لكذا ستيج، كذا مرحله. اول مرحله بس هي اللي بتحصل في السيتوبلازم. يبقى اول مرحله بتحصل فين؟ الفيرست ستيج بتحصل فين يا اولاد؟ في السيتوبلازم. طب معلش يا مستر، ايه اللي بيحصل في المرحله دي؟ خليني اقول لك اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل عزيزي الطالب؟ ان بيكون معانا جلوكوز اللي اختصاره انت واخده اوريدي، بيكون C6H12O6، اختصار الجلوكوز اهو. الجلوكوز ده بيبدا يحصل له لايسيس. قلنا يعني ايه لايسيس؟ يعني بريكنج، تكسير. بيبدا يحصل له لايسيس بريكنج، بيتكسر في السيتوبلازم. ولما يتكسر في السيتوبلازم هيديك برودكت، ناتج. البرودكت ده الاسم بتاعه مش عليك، بس انا هديهولك عشان اسمه مهم، عشان اسمه مهم هتبقى محتاجه بعدين. اسمه بايروفيك اسيد. بايروفيك اسيد، وبيديك 2 موليكيول منها. يعني يا مستر الجلوكوز ده بيتكسر في السيتوبلازم في الفيرست ستيج اللي سميناها جلايكوليسيس لحاجه اسمها بايروفيك اسيد. الله ينور عليك. طب كم موليكيول، كم جزء منه؟ 2 موليكيولز، 2 بايروفيك اسيد.
الفكره مش في كده بس، الفكره ان العمليه دي لما تحصل بيخرج معاه 2 ATP، ذرتين ادينوزين ترايفوسفيد، ذرتين بحالهم، سوري جزيئتين بحالهم، 2 molecules من الاي تي بي هيخرجوا. وطبعا 2 اي تي بي ده يعتبر small amount of energy، كميه قليله جدا من الطاقه، دي كميه قليله قوي من الطاقه تخرج. طب يا مستر بعد كده ايه اللي يحصل؟ كده انا طلع عندي يا اولاد برودكتس او ناتج سميناه باسم ايه يا اولاد؟ البيروفيك اسيد و2 اي تي بي. ده الناتج اللي من مين يا اولاد؟ من الجلايكوليسيس. هل يا مستر الموضوع انتهى لحد هنا؟ اكيد لا يا اولاد. جسمك بقى بالتالي يبدا يعمل السكند ستيج. نبدا بقى في السكند ستيج او المرحله الثانيه. تاني كده خلصنا ايه؟ فيرست ستيج. تعالى بقى نبدا في ايه؟ في السكند ستيج او المرحله الثانيه. تعالى نبدا في السكند ستيج يا ولاد. بص يا ولاد، عشان ابدا في السكند ستيج او المرحله الثانيه لازم يكون في حاجه مهمه جدا، اللي انا المراحل بتاعتي بتكمل بعض. يعني انا يا صاحبي في فيرست ستيج مين اللي خرج عندي؟ بايروفيك اسيد، او اللي سميناه برودكت اوف جلايكوليسيس. ناتج الجلايكوليسيس كان بايروفيك اسيد، تمام؟ فاحنا هنكمل بايروفيك اسيد ده. بس الفكره كلها ان في السكند ستيج ممكن يحصل حاجتين مش حاجه واحده. يعني ايه يا مستر؟ بصوا يا ولاد، ممكن يحصل حاجه اسمها ايروبيك ريسبيريشن، تنفس هوائي، او يحصل حاجه اسمها ان ايروبيك ريسبيريشن، تنفس لا هوائي. اوعى تكون قاعد بتتفرج عليا كده من غير ما تكون بتكتب ورايا. قلت لك قبل كده انك تكون بتكتب ورايا احسن 100 مره من انك تكون قاعد بتتفرج عليا كده وبس. صدقني احسن مليون مره انك محتاج تكتب ورايا، احسن مليون مره. بص يا ولاد، تعالى نتكلم على الايروبيك ريسبيريشن. الايروبيك ريسبيريشن يا ولاد يعني تنفس هوائي، ومن اسمه تنفس هوائي ده اللي بيحصل in presence of oxygen، في وجود الاكسجين، او لما يكون معانا enough oxygen، اكسجين كفايه. ايه ده يا مستر؟ هو مش كده كده يا مستر جسمي بيتنفس في وجود الاكسجين بس؟ عزيزي الطالب، جسمك يقدر يعمل cellular respiration او تنفس خلوي في عدم وجود الاكسجين، بس في الحاله دي بسميها ان ايروبيك، لا هوائي. ده بيحصل لما يكون ليفل الاكسجين قليل او limited، محدود، low or limited oxygen. مستر معلش اسال بس سؤال، اتفضل. انا ازاي يعني جسمي يتنفس مع عدم وجود الاكسجين؟ زي يا صديقي كده لما بتسبح تحت الميه، ما انت لما بتسبح تحت الميه انت ما بتتنفسش، ومع ذلك بيكون عندك القدره انك تعوم. هتقول لي ايوه يا مستر بس انا بغرق. هي دي الفكره يا صاحبي، جسمك يقدر يعمل دي الانايروبيك ريسبريشن لفتره محدوده من الوقت، ما يقدرش يكمل عليها. او لما بتكون في الجيم وتعمل مجهود زياده على العضله، عمال تعمل مجهود 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 مجهود، فتلاقي تنفسك بدا ايه؟ التنفس بتاعك بدا ايه؟ بدا يزيد بدا يزيد بدا يزيد. عارف ليه؟ لان الاكسجين اللي انت عمال تسحبه مش كفايه، فبالتالي جسمك او العضل بتاعك، خلايا العضلات بدات تعمل ايه يا اولاد؟ انايروبيك ريسبيريشن، تنفس لا هوائي. تنفس بيحصل لما ليفل الاكسجين بيكون قليل، لان انت عمال تعمل رياضه كتير فالخلايا محتاجه اكسجين بصوره كبيره جدا. فاهم الفكره؟ فبالتالي بيعمل حاجه اسمها انايروبيك ريسبيريشن. الا لما تكون قاعد عادي زي ما انا كده قاعد دلوقتي وانت قاعد وغيره وغيره، بنعمل ايروبيك ريسبيريشن، او انت نايم وانت بتاكل عادي ايروبيك ريسبيريشن، تنفس هوائي، تنفس بيحصل في وجود الاكسجين عادي جدا. طب مستر معلش ايه الفرق بين ده وده؟ هل الجسم يقدر يعمل الاثنين مع بعض؟ بس ايه الفرق بين ده وده؟ بص على تعال الاول على الايروبيك. الايروبيك ريسبيريشن بناخد فيه الجلوكوز برودكت، الناتج بتاع الجلوكوز ده، وندخله بقى على المفرمه بتاعتنا اللي بنسميها مين؟ ميتوكوندريا. يبقى اول فرق، بص بقى الفرق، الجلايكوليسيس حصلت فين؟ في السيتوبلازم، انما الايروبيك ريسبيريشن حصلت فين؟ في الميتوكوندريا. شفت الاختلاف؟ دي في السيتوبلازم، دي في الميتوكوندريا. الحاجه الثانيه يا مستر هيديني ايه؟ هنا يا ولاد بيكون معانا الجلوكوز اللي اختصاره بيبقى
C6H12 و O6. اكتبها لك كده هنا اهي C6H12 و O6. الجلوكوز ده يا صديقي بكل بساطة شديدة هيبدأ يتحد مع مين؟ الأكسجين. الأكسجين هيجي للجلوكوز يبقى بلس 6O2، 6 مولكيولز من الأكسجين هيدخلوا عليه. وطبعا عن طريق الميتوكوندريا والإنزيمز اللي موجودة في الميتوكوندريا هيقوموا متكسر الجلوكوز بتاعنا ده، تمام؟ او البيروفيك اسيد بمعنى اصح. طبعا بعد ما الجلوكوز بيتكسر بيديك بيروفيك اسيد، فهو انا قلت لك البيروفيك اسيد اسمها مش عليك في المنهج، بس انا اديتها لك عشان احتاجها قدام. فالبرودكت اللي خرج ده اللي هو البرودكت اللي خرج من تكسير الجلوكوز لما يدخل مع 6O2 مع الاكسجين هيخرج لك 6CO2، 6 كربون دايوكسيد. مش انت بتاخد اكسجين بتخرج مكانه ايه؟ كربون دايوكسيد. و6 ووتر، 6H2O. واهم حاجه يا صاحبي، عارفين يا ولاد اهم حاجه معانا هتخرج؟ بلس 36 ATP. ودي اهم حاجه معايا، هيخرج لي 36 ATP. يعني يا مستر حضرتك عايز تفهمني ان الايروبيك ريسبريشن او التنفس الهوائي، التنفس اللي انا بعمله او التنفس الخلوي اللي بيحصل في وجود الاكسجين بيخرج 36 اي تي بي؟ بالظبط كده. ده غير، بص بقى الحركه دي، ده غير الاثنين اي تي بي اللي طلعوا اثناء الجلايكوليسيس. ثانيه واحده يا مستر، حضرتك قصدك تقول لي ان في السيلولار ريسبريشن او في التنفس الخلوي اللي جسمي او الخليه عملته عشان تكسر الجلوكوز كسرت في الفيرست ستيج 2 اي تي بي، وفي السكند ستيج لو كان ايروبيك في وجود الاكسجين هيخرج 36، يبقى 2 و36 يبقى 38 اي تي بي يخرجوا؟ الله ينور عليك، 38 اي تي بي يخرجوا، وده يعتبر عدد ايه؟ كبير جدا من الاي تي بي. طب افرض بقى يا مستر انا كنت بتمرن او كنت بعمل اكسرسايز بشكل كبير جدا، كنت بتمرن بشكل مهول وكميه الاكسجين في الجسم بدات تعمل ايه؟ بدات تقل. ساعتها جسمك يعمل ايه يا مستر؟ جسمك هيعمل البديل، الان ايروبيك ريسبيريشن اللي بيحصل اثناء اللو او الليميتد اكسجين. طب مستر ايه المشكله؟ حبيب قلبي، الانايروبيك ريسبيريشن بيؤدي الى حاجه اسمها فيرمنتيشن، تخمير. والفيرمنتيشن ده في منه نوعين حسب نوع الكائن الحي. ايه ده يا مستر؟ يعني بيحصل في انواع كائنات حيه ثانيه؟ طبعا. لو انسان زينا هيومن هيبقى اسمه لاكتيك اسيد فيرمنتيشن. لاكتيك اسيد فيرمنتيشن. لو في كائن تاني زي اليست، خميره العيش، هيعمل لك الكحوليك فيرمنتيشن، هيخرج كحول. فيرمنتيشن تخمير كحول، تمام؟ يتخمر الكحول. اللاكتيك اسيد تاني ده بيحصل فين؟ بيحصل يا صديقي في الماسلز، في العضلات بتاعت جسمنا. انما ده بيحصل فين؟ بيحصل في اليست، في الخميره اللي بنعملها على العيش، الخميره ييست، ده فطر فنجاي. تمام يا ولد؟ طب مستر معلش ايه المشكله؟ حبيب قلبي تعالى ناخد اللاكتيك اسيد الاول. في حاله اللاكتيك اسيد بيكون معايا الجلوكوز C6H12. يا لهوي يعني يما، ثانيه واحده برضه احاول بس امسحها اهو. في حاله زي ما كنا بنقول الجلوكوز لما يتكسر لاكتيك اسيد هيكون معاك C6H12O6، هيتكسر لك للاكتيك اسيد جوه العضله. ليه يا مستر؟ لان بكل بساطه مفيش ايه؟ اكسجين. فيبدا الجلوكوز ده يتكسر للاكتيك اسيد. فين اللاكتيك اسيد معانا؟ اهو. تعالى كده نجيب الكربون اللاكتيك اسيد اهو. جلوكوز يتكسر لاكتيك اسيد، اختصاره بايه يا ولاد؟ 2
C3H6O3. انت عارف ال2 دي معناها ايه يا ولاد اللي قبل اللاكتيك اسيد؟ معناه انه هيخرج لك كام لاكتيك اسيد؟ هيخرج لك 2 مولكيولز من اللاكتيك اسيد. هيخرج لك كام مولكيول؟ 2 مولكيولز من اللاكتيك اسيد. ده هيتكسر ل 2C3H6 و O3. 2 لاكتيك اسيد يخرجوا ومعاهم 2 ATP. هتقول لي طب ما هو حلو يا مستر، خرج ATP اهو. ايوه بس بص خرج كام ATP بس؟ 2 ATP. هنا كان بيخرج كام ATP؟ 36. يعني الايروبيك بيكون افضل بكتير جدا. الايروبيك بيكون مور افيشنت، اكثر كفاءة، بيخرج طاقة مهولة. انما مع كامل احترامي، ايه ال 2 ATP؟ انت ايه ده؟ 2 ATP؟ انت بتبشش عليا؟ ايه يا عم 2 ATP دي؟ فبالتالي جسمك محتاج اكتر من كده بكتير، فلازم يعمل ايروبيك. طب مستر هتتعصب ليه دلوقتي؟ عشان افهمك، بس ركز معايا. انسجم كده معايا في الشرح، انسجم معايا، عايزك تنسجم معايا كده. تاني اني افضل، الايروبيك ولا الانايروبيك؟ الايروبيك افضل بكتير. طب ليه افضل؟ عشان بيخرج كام ATP؟ 36. ده بيخرج كام بس؟ 2 ATP بس. فهنا بيخرج انرجي اكتر بكتير، مور افيشنت، اكثر كفاءة. هنا less efficient، اقل كفاءة. فهنا يا ولاد بيكون more efficient، اكثر كفاءة. يعني مستر انا في السكند ستيج جسمي يعمل دي او دي؟ بالظبط كده، يعمل دي او دي. الاثنين دول تبع السكند ستيج. طيب ده يا ولاد لو كون لاكتيك اسيد. طب ايه اللي يحصل يا صديقي لو اللي انت فضلت في هذه البيئه؟ يعني فضلت في هذه البيئه، مش فاهم يا مستر. يعني انت حضرتك فضلت عملت تتمرن وجسمك خلاص جاب اخره من الانايروبيك. انت عملت تعمل لاكتيك اسيد فيرمنتيشن، مفيش اكسجين كفايه، مفيش أكسجين، جسمك بيصوت. فاللاكتيك اسيد هيبدا يتراكم على الايه؟ على العضله. هيبدا اللاكتيك اسيد يحصل له accumulation، تراكم. accumulation هتلاقي مكتوب عندك في الشيت عندنا اهي. اسف ثانيه واحده اهي. accumulation produces lactic acid ويحصل له accumulation. يعني ايه accumulation يا ولاد؟ يعني تراكم. accumulation of lactic acid، تراكم اللاكتيك اسيد. طب ايه المشكله مستر ما اللاكتيك اسيد ده ما تسيبه يتراكم؟ الفكره يا ولاد ان اللاكتيك اسيد لما بيتراكم هتيجي في مرحله ما وانت بتعمل التمرين بتاعك هتلاقي العضله عملت منك كده. والله العظيم تعمل العضله تعمل كده بالظبط. طب ما هي مالها يا مستر؟ ما فيهاش حاجه. لا انت مش فاهم، انا عايز اشدها بس انا مش عارف. هو انت العضله مش هتعرف تعملها كده، خلاص العضله بقت مفروده كده. جالك يا استاذ شد عضلي، بنسميه باسم ايه؟ ماسل فاتيج او ماسل كرامب، جهد عضلي او شد عضلي او سورنس. جالك شد عضلي. طب ليه الشد العضلي ده جه؟ لان جسمك قاعد يعمل انايروبيك ريسبيريشن بمده كبيره جدا، فحصل اكيوميليشن لللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد تراكم بصوره كبيره. طب لو في الخميره، في اليست سيلز او في خميره العيش، الخميره ده اسمه الكحوليك، وبدل ما بينتج لاكتيك اسيد من اسمه بينتج كحول. فده في الانسان عندنا في العضلات بينتج لاكتيك اسيد، في خلايا الخميره بينتج كحول. انهي كحول؟ الايثانول او الكحول الايثيلي بالعربي، ايثايل الكحول او ايثانول. حبيب قلبي لو انت رحت العياده الصيدليه وقلت له عايز ازازه كحول وجبت ازازه كحول وقريتها، هتلاقي مكتوب عليها 70% كحول ايثيلي، 70% كحول ايثيلي اللي هو الايثانول، ايثايل الكحول، كحول ايثيلي. ده بيخسر الكحول بيكون 2. طب برضه هيخرج 2 مولكيول C2H5OH و2 مولكيول من الكربون دايوكسيد و2 ATP برضه. فانت زي ما انت شفت كده، انهي تنفس يكون افضل في جسمك؟ الايروبيك اللي بيخرج لك تقريبا 36 ATP، ولا الانايروبيك اللي بيخرج بس 2 ATP؟ انهي افضل؟ طبعا هتقول لي مين؟ الايروبيك، لانه بيكون مور افيشنت. في الانايروبيك يا عيني بيخرج 2 ATP هنا بس، ده غير طبعا الاثنين ATP بتوع الجلايكوليسيس. يعني ايه يا مستر؟ يعني يا صديقي مش انت هنا في الجلايكوليسيس تخرج 2 ATP؟ حلو. لو جسمك عمل ايروبيك يبقى 2 و36 يبقى 38. طب لو عمل انايروبيك يبقى 2 هنا و2 هنا، يبقى كام ATP يخرج بس؟ 4 ATP. شفت الفرق؟ بدل 38 ATP يخرجوا هيبقوا 4 بس. يا نهار اسود، اشد في شعري. فبالتالي يا اولاد الانرجي دي مش كفايه خالص. تمام كده يا اولاد؟ خلصنا السيلولار ريسبيريشن. تعال بقى نتكلم في حاجه تانية خالص. تعال بقى صديقي ناخد حاجه اسمها الانرجي اند كيميكال رياكشنز. مستر ثانيه واحده عشان دماغي ما تلفش.
حضرتك كنت بتشرح في السيلولار ريسبريشن تنفس خلوي، اللي دخلنا دلوقتي في الكيميكال رياكشنز ومش عارف ايه. اسالك سؤالين، هو انت مش لسه واخد يا صاحبي هنا في السيلولار ريسبريشن معادلات كيميائيه، كيميكال ايكويشنز؟ فالكيميكال ايكويشنز دي في انرجي بتخرج فيها اهي، انرجي طاقه، ما الاي تي بي ده عباره عن ايه؟ انرجي، صح؟ فاحنا عايزين نعرف الانرجي دي بتيجي ازاي. مش انت عندك اي تي بي خرج من الجلوكوز، الاي تي بي ده خرج ازاي؟ ده انا عايز اعرفه. فتعالى ناخد حاجه اسمها انرجي وعلاقه الانرجي دي او الطاقه دي بالسيلولار ريسبريشن عن طريق الكيميكال رياكشنز، تفاعلات كيميائيه. بص يا ولاد، عشان افهمك الجزئيه دي انا هرجع بيك سنه واحده لورا. عزيزي الطالب، فاكر لما انت كنت في ثالثه اعدادي وكانوا بيقولوا لك ان اي كيميكال رياكشن في الدنيا، اي تفاعل كيميائي في الدنيا بيتكون من رياكتنتس قبل السهم، ومع مرور الوقت الرياكتنتس دي بتتحول لحاجه تانية سميناهم الايه؟ البرودكت او الريزلتنتس، الناتج. حلو. طيب خليني اسالك سؤال، هنا مين رياكتنتس قبل السهم؟ مين بعد السهم؟ البرودكتس اهي. معلش انا وقع بقى. طيب هسألك سؤال، فاكر التعريف ثالثه اعدادي كيميكال رياكشن كان ايه هو؟ كان بيقول لك في ثالثه اعدادي ان الكيميكال رياكشن كان عباره عن ايه؟ عباره عن بريكنج اوف بوندز، تكسير الكيميكال بوند، الروابط الكيميائيه في الرياكتنت. مستر مين البوندز دي؟ حبيب قلبي البوندز دي اللي هي كانت زي ايونيك بوند وكوفالنت بوند وهيدروجين بوند، روابط كيميائيه بتربط بين الذرات، بتربط بين اتوم واتوم ثانيه او موليكيول وموليكيول. فبالتالي البونز دي بيحصل فيها هنا ايه؟ بتتكسر. بيحصل هنا breaking of bonds، تكسير للبوندز. وفي البرودكتس كان بيتكون بونز جديده، يحصل forming لبونز جديده، new chemical bonds. ده كان تعريف التفاعل الكيميائي في ثالثه اعدادي، صح؟ اول تعريف اخدته في ثانيه اعدادي في الترم، ثالثه اعدادي في الترم الثاني، اول تعريف اخدته في ثالثه اعدادي في الترم الثاني. واتس مينت باي كيميكال رياكشن، يعني ايه تفاعل كيميائي؟ كان ان يبقى في رياكتنت بيتحول لبرودكت. طب ازاي ده بيحصل؟ كان يقول لك it is the breaking of bond in reactants and forming new bonds in products. طب مستر حضرتك عايز توصل لايه؟ انا عايز اوصل ان حضرتك عشان تكسر البوندز بتاعه الرياكتنت لازم يا صديقي تابزورب انرجي، تمتص طاقه. بص مين سيرته جت؟ الانرجي، الطاقه، زي الاي تي بي. ها طيب، وعلشان تكون نيو بوند او تعمل فورمنج لنيو بوند يبقى لازم يا صاحبي تريليس انرجي، تخرج طاقه. طب برضه ايه المشكله يا مستر؟ بص يا دكتوره، حبيب قلبي، العمليات اللي بنابزورب فيها انرجي زي العمليه دي بنسميها عمليه اندوثيرميك. والعمليه اللي بتخرج الطاقه بسميها عمليه اكزوثيرميك. يعني يا مستر انا معايا نوعين من العمليات الكيميائيه. الله ينور عليك، احنا معانا نوعين من العمليات الكيميائيه، نوعين من الكيميكال رياكشنز، يا عمليات اندوثيرميك يا عمليات اكزوثيرميك. طب مستر بفرق ما بينهم ازاي؟ بفرق ما بينهم عن طريق الطاقه. هل الانرجي بتكون ابزوربد ساعتها يكون ده تفاعل اندوثيرميك، ولا العمليه دي اكزوثيرميك بتخرج طاقه؟ طب مستر اعرف ازاي برضو؟ عزيزي الطالب، بص هنا، بص لي هنا، في التفاعل ده والتفاعل ده والتفاعل ده، الثلاث تفاعلات دول، مش التفاعلات دي يا ولاد انت واخدها من شويه في السيلولار ريسبريشن؟ في التفاعلات دي ركز كده اللي حصل ايه. جلوكوز جاله اكسجين عن طريق انزيم، اتكسر لكربون دايوكسيد ووتر، وانرجي خرجت. انا قلت ايه؟ انرجي خرجت، انرجي عملت ريليس، في انرجي حصل لها ريليس
ريليس للانرجي. يبقى التفاعل ده كان تفاعل ايه يا صديقي؟ ده كان تفاعل اكزوثيرميك. فهتلاقي بيقول لك ان التفاعلات دي كلها بتخرج طاقه، التفاعلات دي كلها بتريليس انرجي. وانا لسه قايل لك من شويه لو الرياكشن بتاعنا بيريليس انرجي هسميه رياكشن ايه؟ اكزوثيرميك. فهتلاقي ان التفاعلات اللي احنا واخدينها هنا كلها تفاعلات اكزوثيرميك، وهتلاقيه كاتبها لك هنا اهو. It is clear that the chemical reaction occurring in cellular respiration يا ولاد بتكون مالها؟ reactions مالها يا ولاد؟ reactions exothermic. ليه؟ عشان بنعمل ريليس للانرجي على شكل اي تي بي، بنخرج طاقه على شكل الاي تي بي، فبالتالي هي تفاعلات اكزوثيرميك. وانت على فكره واخد قبل كده قانون اسمه قانون الحفاظ على الطاقه او اللو of conservation of energy، او بالعربي قانون الحفاظ على الطاقه. القانون ده كان بيقول لك افتكروا كده معايا، كان بيقول لك ان الطاقه لا تفنى ولا تنشأ من العدم. الطاقه ما بتموتش، وفي نفس الوقت لا تنشأ من العدم. خدناها على فكره قبل كده ساعه الانرجي بيراميد. امال الطاقه بتعمل ايه؟ الطاقه بتتحول من شكل الى شكل اخر. يعني قلنا مثلا على سبيل المثال بيكون عندنا فيش الكهرباء فيها الكتريك انرجي، طاقه كهربائيه. لما بتوصل اللمبه الالكتريك انرجي بتتحول للايت انرجي. لو مسكت الكهرباء هتلاقيها سخنه، فاللايت انرجي اتحولت لثيرمال انرجي، فبالتالي الطاقه بتتحول من شكل لشكل. طب مستر ايه علاقه ده بالكلام ده؟ حبيب قلبي ما هو ده معناه ان الطاقه اللي في الرياكتنس اتحولت على شكل طاقه اخرى فين؟ في البرودكتس. فالطاقه اتنقلت من الرياكتنت اتحولت على شكل برودكت. فاهم اللي بيحصل ايه؟ الطاقه بتتحول من شكل الى شكل اخر. فالطاقه لا تفنى ولا تنشا من العدم، بس تتحول من شكل الى شكل اخر، سميناه لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. وهو اللي بيقول لك ان الكيميكال رياكشن وير energy is transformed from one form to another. الطاقه بتتحول من شكل الى اخر without being destroyed، من غير ما تفنى او created او تنشا من العدم. تمام يا ولاد؟ عمل لك برضو اكسبيرمنت كده لذيذه عشان يشوف علاقه التمبريتشر او درجه الحراره بالتنفس. بص يا ولاد سريعا، التجربه دي اقسم بالله تافهه جدا، سهله جدا. طبعا مش محتاج اقول لك ان قبل ما اعمل التجربه اصلا، هي لو درجه الحراره قليله، يعني الدنيا برد، تنفسك هيبقى ايه؟ هيبقى بالراحه. على عكس لو في الصيف لما درجه الحراره بتكون عاليه تنفسك بيبدا ايه؟ بيزيد. وهنا التجربه دي عايز اثبت فيها كده. بيقول لك اللي احنا جبنا سيدز. يعني ايه سيدز يا اولاد؟ يعني بذر. تمام؟ بذر. طب ايه المشكله يا مستر؟ اسالك سؤال يا اولاد. ده جيرمينيتد سيد وموصل السيدز دي بانبوبه، والانبوبه دي زي ما انت شايف كده هون يا اولاد متوصله بلايم ووتر. تاني متوصله بايه يا مستر؟ لايم ووتر. تقول لي طب ايه المشكله يا مستر؟ عارفين يا اولاد اللايم ووتر دي كانت ايه؟ خدتوها في ثالثه اعدادي. اللايم ووتر دي كان بيحصل لها تربايدز او لونها بيتعكر، كان بيقلب لون اللبن لما الكربون دايوكسيد جاز بيعدي بيها. يعني انت معاك لايم ووتر، اللايم ووتر دي بتكون ميه صافيه زي الميه بتشربها كده، ميه صافيه. لما الكربون دايوكسيد جاز بيعدي من اللايم ووتر دي، اللايم ووتر دي لونها بيتغير تماما، لونها بيقلب زي لون اللبن كده. بدل ما كانت ميه صافيه بقى لونها بيقلب زي لون اللبن، لونها بيتعكر. التعكر او ان هي تقلب لونها يعني بنسميه تربايدز. فهي الكربون دايوكسيد جاز بيتربايد اللايم ووتر، بيعكر لون الميه، بيغير لونها. طب مستر علاقه ده بالتجربه؟ هقول لك حاجه علاقه التجربه بالتجربه. عملنا التجربه دي مرتين، جبنا السيد هنا والسيد هنا، بذر هنا وبذر هنا، بس هنا درجه حراره قليله وهنا درجه حراره ايه؟ عاليه، اعلى شويه. ودي اسمها بي ودي اسمها ايه؟ عارفين لاحظنا ايه يا ولاد؟ عارفين لاحظنا ايه بقى؟ مش هتصدق. لما درجه الحراره قليله التنفس كان بطيء، صح؟ طب ايه المشكله يا مستر؟ معلش يا ولاد، اتنفس كده بالراحه. انا عايزك تنفس بالراحه خالص. اسحب اكسجين، خرج كربون دايوكسيد. اسحب اكسجين، خرج كربون دايوكسيد. خد بالك من ايه؟ انك لما تنفس بالراحه نسبه الاكسجين اللي بتنفسه بتكون قليله، ونسبه الكربون دايوكسيد برضه هتكون قليله. يعني نسبه الكربون دايوكسيد اللي هتخرج من السيدز، يعني هتخرج من البذر، نسبه الكربون دايوكسيد اللي هتخرج زي كده بالظبط. خرجت نسبه من الكربون دايوكسيد بتكون ايه يا اولاد؟ قليله. هنا نسبه السي او 2 او الكربون دايوكسيد كانت قليله. طب ايه المشكله يا مستر؟ هتلاقي ان اللايم ووتر ما تعكرتش قوي، يعني التربيديتي اللي هو تغيير لونها كان قليل عشان الكربون دايوكسيد جاز خرج بصوره قليله. على عكس هنا، عارف هنا بقى اللي حصل يا ولاد؟ انت هنا درجه الحراره كانت اعلى
فالتنفس هيبقى زياده. التنفس كده بسرعه، خد اكسجين خرج كربون دايوكسيد، خد اكسجين خرج كربون دايوكسيد، خد اكسجين خرج كربون دايوكسيد، وهكذا. فبالتالي لما تنفس بسرعه بتاخد اكسجين كتير وبتخرج كربون دايوكسيد كتير. فلما الكربون دايوكسيد يخرج بصوره اعلى، الكربون دايوكسيد جاز هنا يخرج بصوره اعلى، هلاقي ان اللايم ووتر هنا التربيديتي او تعكير لونها هي كمان هيبدا ايه؟ يزيد. وكده انا استنتج ايه؟ كده انا استنتج ان لما درجه الحراره عليت التنفس كان اسرع. طب ازاي؟ ايه كان دليلك ان التنفس كان اسرع؟ ايه الدليل بتاعك؟ ان نسبه الكربون دايوكسيد دي كانت زياده. طب ايه اللي اثبت لك ان الكربون دايوكسيد ده كان زياده؟ ان اللايم ووتر هنا عكرت جامد جدا. دي حاجه شفتها بعينيا، لقيت اللايم ووتر التعكير بتاعها او لونها اللي متغير حصل جامد جدا. ده معناه ان نسبه الكربون دايوكسيد اللي عدت عليها كانت كبيره. ومعنى نسبه الكربون دايوكسيد اللي عدت بيها كانت كبيره معناها ان النبات كان بيتنفس عالي قوي، او التنفس بتاعه كان حلو جدا. ومعنى ان التنفس بتاعه زاد، ده معناه ان هو زاد لما انا زودت درجه الايه؟ الحراره. انما هنا العكس تماما. لقينا ايه؟ لقينا اللايم ووتر التعكير بتاعها قليل، معناها ان الكربون دايوكسيد العجاز اللي عدى من السيدز او من البذور دي كانت قليله. معناه كده ان السيدز دي او البذور دي ما عملتش ريسبيريشن كويس، الريسبيريشن كان ضعيف، عشان كده الكربون دايوكسيد الجاز خرج بصوره قليله منها. وده يدل على ان لما درجه الحراره قلت التنفس هو كمان عمل ايه؟ قل. فهمت الفكره يا ولاد؟ دي فكره التجربه دي يا ولاد. بس كده. هتلاقي طبعا الكلام عندك مكتوب اهو الاوبزرفيشن والكونكلوجن. في الاخر عايز استنتج ايه؟ ان نسبه الريسبريشن بتزيد مع زياده درجه الحراره. respiration increases by increasing temperature. وطبعا ده معناه ان السبيد اوف رياكشن هو كمان هيعمل ايه؟ هيزيد. طيب، وزي ما اتفقت معاك اللايم موتر يوزد ان ديتكشن اوف كربون دايوكسيد جاز. اللايم موتر هي اللي بتكشف عن الكربون دايوكسيد جاز، لان هي بتتحول من كلير لايم موتر لتربايد، لونها بيتعكر بيتغير. طيب، هل حتى فيها مشكله يا ولاد؟ كلام جميل جدا، شرحنا الكلام ده كله، مفيش اي حاجه. الكلام ده كله شرحناه، قلنا ده بيكون رياكشن اندوثيرميك في الرياكتنتس، انما في البرودكتس ده بيكون اكزوثيرميك عشان بنكون بوند جديده وبخرج فيه الطاقه. طيب، تعالى بقى يا صديقي ناخد الفرق ما بين التفاعلات الاكزوثيرميك والاندوثيرميك. والله قلنا واحنا بنشرح، تعالى كده نفتكر اللي قلنا واحنا بنشرح. ركز بقى معايا يا ولد، ركز بقى معايا يا ولد، بالله عليك تركز. بص يا ولد، تفاعلات اكزوثيرميك وتفاعلات ايه؟ اندوثيرميك. تعال نبدا كده بالتفاعلات الاكزوثيرميك. في التفاعلات الاكزوثيرميك اتفقت عليك هنا، اتفقت مع معاليك هنا، تعال كده نرجع هنا. التفاعلات الاكزوثيرميك بنعمل فيها ايه؟ ريليس للانرجي. انما في التفاعلات الاندوثيرميك بنعمل ايه؟ ابزورب للانرجي. طب مستر ممكن تقارن ما بينهم؟ عيوني حاضر. تعال كده نقارن بين الاثنين دول. هنقارن يا ولاد ما بين التفاعلات اللي بتكون اكزوثيرميك اللي بتخرج حراره، او العمليات الاكزوثيرميك الطارده للحراره، بالعربي معناها طارده للحراره على فكره، عمليات طارده للحراره اكزوثيرميك، او العمليات اللي بتكون اندوثيرميك اللي بتمتص حراره، بتعمل ابزورب للانرجي. بص يا ولاد، زي ما كنا بنقول تعالوا نقارن كده ما بين الاكزوثيرميك والاندوثيرميك. بص يا صديقي، بص يا معلم، تعالى كده نعرف الفرق بين الاثنين دول. عشان تعرف الفرق ما بين الاكزوثيرميك والاندوثيرميك انا عايز اعرف اصلا هو نوع الانرجي، نوع الطاقه نوع الانرجي اللي انا بخرجها في الاكزوثيرميك او بمتصها في الاندوثيرميك بيكون ايه نوعها؟ يعني مثلا في التفاعلات الكيميائيه نوع الطاقه دي بيكون ايه؟ ما انا عندي انواع كتير من الطاقه يا مستر، عندي لايت انرجي، عندي الكتريك انرجي، عندي بوتنشال انرجي، عندي كاينيتيك انرجي. ايه نوعها؟ عزيزي الطالب، نوع الانرجي دي بيكون ثيرمال انرجي، طاقه حراريه. ايه ده يا مستر؟ يعني نوع الانرجي دي اللي بتمتصها التفاعل بيكون طاقه حراريه، بيمتص حراره. الله ينور عليك. او بيخرج حراره. ايه ده يا مستر؟ هي الحراره طاقه؟ يا حبيب قلبي، وانت مش واخد الترم اللي فات ان الهيت اسمها ثيرمال انرجي، طاقه حراريه؟ فبالتالي يا اولاد لازم اكون فاهم ان التفاعل الاكزوثيرميك
ده التفاعل اللي زي ما اتفقت معاك بيريليس انرجي، بيخرج حراره صح؟ طب انهي نوع من الحراره؟ وانا هنا قصدي او سوري بيخرج طاقه، بيخرج انرجي طاقه. طب انهي نوع من الطاقه اللي بتكلم عليه؟ ثيرمال انرجي، طاقه حراريه. طب ايه المشكله يا مستر؟ عزيزي الطالب، لو حضرتك كنت بتعمل رياكشن تفاعل اكزوثيرميك، في التفاعل ده مثلا جبت مادتين حطيتهم على بعض، والتفاعل ده انت عارف ان هو اكزوثيرميك، يعني التفاعل دون هيخرج حراره، هيخرج طاقه، الطاقه دي بتخرج على شكل ايه؟ شكل حراره، ثيرمال انرجي. فوانت ماسك الانبوبه في ايدك هتلاقي الانبوبه فجاه عملت ايه؟ سخنت. ليه سخنت وقمت راميها؟ عارف ليه؟ انت اتلسعت. عارف انت اتلسعت علشان يا صاحبي التفاعل ده عمل ايه؟ ريليس للثيرمال انرجي، خرج حراره. فبالتالي درجه حراره الانبوبه عملت ايه؟ زادت. الانبوبه اللي كنت ماسكها في ايدك بتعمل في تجربه زادت، قمت اتلسعت جامد قمت رامي الانبوبه. فهمت الفكره يا ولاد؟ فبالتالي يا ولاد لازم اكون فاهم انا اسف، ان لما بنعمل ريليس انرجي او ثيرمال انرجي، درجه حراره السراوندنج، المحيط اللي حوالين التفاعل دون، زي الانبوبه دي كانت محيط التفاعل، زادت. بيحصل increase in temperature. ليه؟ عشان انت خرجت حراره، الحراره دي خرجت عملت ريليس. على عكس بقى مين؟ الاندوثيرميك. تيجي على التفاعل الاندوثيرميك، انت عارف التفاعل ده بيعمل ايه يا ولاد؟ بيعمل ابزورب للانرجي، بيمتص الطاقه. طب انهي نوع من الطاقه هنا؟ هو نفس النوع، ثيرمال انرجي، الطاقه الحراريه. يعني لو مثلا جبت مادتين، تاني جبت مادتين وحطيتهم على بعض، كاني جبت ايه؟ مادتين وحطيتهم على بعض، وانت ماسك الانبوبه لقيت الانبوبه سقعت مش سخنت، لا الانبوبه بقت ساقعه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان التفاعل ده امتص، عمل ابزورب، عشان ده اندوثيرميك، بيعمل ابزورب، بيمتص الطاقه. طب انهي نوع من الطاقه؟ الطاقه الحراريه، امتص الحراره من الانبوبه، امتص الحراره بتاعت السراوندينجز. فبالتالي لما امتص حراره السراوندينجز، درجه حراره السراوندينجز قلت، لان انت امتصيت درجه حرارتها، امتصيت الحراره بتاعت الانبوبه، امتصيت حراره الانبوبه، فدرجه حراره الانبوبه عملت ايه؟ قلت، فانت حسيت ان هي بقت ساقعه. فبالتالي يا اولاد دي تفاعلات بتؤدي الى decrease in temperature of surroundings، عشان امتصيت حراره السراوندنج، انا عملت absorption لحراره السراوندنج، انما هنا عملت ريليس للحراره في السراوندنج، فدرجه حراره السراوندنج زادت. increase in temperature of surroundings. شفت الموضوع بسيط ازاي يا ولاد؟ طيب كده خلصنا نقطتين. تعالى بقى هنا. تمام يا ولد؟ يبقى ايه الاكزوثيرميك والاندوثيرميك؟ في الاكزوثيرميك زي ما انت شايف، بص كده الانبوبه بتخرج هيت، سوري التفاعل بيخرج هيت، فبالتالي الانبوبه بتاعتي هتسخن، بيحصل انكريز للتمبرتشر بتاع السراوندنج. هنا العكس، هنا انا عملت ابزورب للهيت، امتصيت الحراره، عملت ابزوربشن للهيت، امتصيت حراره، فدرجه حراره الانبوبه هتلاقيها بدات تسقع، بيعمل ديكريز في التمبرتشر بتاعت السراوندنج. هنا يا اولاد الهيت كونتنت بتاع الرياكتنت بيكون اعلى من البرودكت. طب مستر ايه الهيت كونتنت دي؟ الهيت كونتنت دي حاجه هناخدها كمان شويه، بس خليك عارفها دلوقتي، الهيت كونتنت بتاع البرودكت بيكون اقل من بتاع الرياكتنت، او الرياكتنت هو الاكبر. هنا العكس، الهيت كونتنت بتاع البرودكت اكبر من الرياكتنت. طب مستر يعني هيت كونتنت دي؟ هيت كونتنت، هيت يعني حراره، وكونتنت الكونتنت بتاعك، الكونتنت بتاعي، كونتنت اللي هو المحتوى اللي انت بتنشره على الفيسبوك. عارف لما حد يقول لك على الفيسبوك الكونتنت بتاع الفيسبوك بتاعك مش حلو، اللي هو المحتوى بتاعك، فهيت كونتنت محتوى الحراره. هنا محتوى الحراره بتاع الرياكتنت بيكون اعلى في الاكزوثيرميك، ومحتوى الحراره في البرودكت بيكون اعلى في الاندوثيرميك، وده هنتكلم عليه قدام مش دلوقتي، تاني هنتكلم عليه قدام مش دلوقتي، هنعرفهم بالتفصيل كمان شويه قدام. طيب بي ار معناها برودكت ورياكتنت. طيب الحاجه الثالثه، ازاي درجه الحراره دي كانت بتزيد وبتقل؟ بص يا اولاد، ركز بقى معايا وحياة امك الغاليه دي اللي انت عمال تجتهد عشانها او عشان والدك، فركز كده معايا يا دكتور، ركز بقى معايا، ركز معايا قوي. بص يا ولاد، خلينا نقول انا دلوقتي هشوف شكل تفاعل الاكزوثيرميك، تعالى كده نبص شكله عامل ازاي.
ماشي. هنشوف شكل التفاعل ايه يا ولاد؟ الاكزوثيرميك. دي هنا الانرجي، الطاقه اللي كمان مره بتكون على شكل ايه؟ هيت او ثيرمال انرجي، طاقه حراريه. وهنا مع مرور التايم، الوقت. تعالى كده نشوف اللي بيحصل ايه يا ولاد. بص بقى يا دكتور، زي ما كنا بنقول عايزين نشوف شكل التفاعل ده ازاي الحراره دي بتخرج. هي ليه التفاعل الاكزوثيرميك، هو ليه اصلا التفاعل الاكزوثيرميك ده بيطرد حراره؟ يعني ايه اللي بيحصل في التفاعل ده اللي بيخليه يطرد حراره؟ ليه بيطرده؟ ركز معايا يا دكتور كده، ركز معايا يا دكتور. بص يا استاذ، عشان نعرف ليه التفاعل ده بيطرد الحراره، تعال نبدا بالرياكتنس. انا عندي مين موجود في الاول اهو؟ ادي يا عم الرياكتنس اللي موجودين في الاول اهو. مين دول يا استاذ؟ تاني، دول الرياكتنس موجودين في الاول اهو. وبعديها التفاعل ده يبدا يطلع ايه؟ أهو. يطلع كده. يعني مستوى الطاقه بتاعي، مش دي الانرجي، مستوى الطاقه بدا ايه يا ولاد؟ بدا يزيد. طب معلش بقى اسالك سؤال، هي ليه الطاقه زادت؟ لان يا صاحبي التفاعل عشان يبدا محتاج يوصل لحاجه اسمها الاكتيفيشن انرجي اللي اخدتها الترم اللي فات. الاكتيفيشن انرجي دي الطاقه اللي التفاعل محتاجها عشان يبدا. لو التفاعل وصل للاكتيفيشن انرجي هيبدا، لو التفاعل ما وصلش مش هيبدا. فهمت الفكره؟ يعني لو في اكتيفيشن انرجي الرياكتنت تتحول لبرودكت. طب ما فيش اكتيفيشن انرجي التفاعل مش هيبدا، الرياكتنت يفضل هو زي ما هو رياكتنت، مش هيتحول لبرودكت، مش هيشتغل. فبالتالي يا ولاد اللي انا رسمته لك ده كان الاكتيفيشن انرجي، الطاقه اللي التفاعل محتاجها عشان يبدا. حلو. وبعدين بعد كده يا صاحبي الرياكتنت ده بدا يتحول لحاجه تانية، سميناها ايه يا صديقي؟ سميناهم البرودكتس. هنا اهي. عارفين مين دول يا ولاد انا رسمتهم دول؟ دول يا صاحبي يبقوا البرودكتس. وهنا عندك كان في تايم، كان هنا في وقت. طب ايه المشكله يا مستر؟ عزيزي الطالب مش هقدر لك من حاجه؟ ده مستوى الانرجي، مستوى الطاقه. بص كده الانرجي اللي عند الرياكتنتس قد ايه؟ شايفين الانرجي عند الرياكتنت؟ بص بايديا ده شكل الانرجي اللي عند الرياكتنتس اهو، بايديا. شفتوه قد ايه؟ بايديا، قستها بايديا عادي جدا اهي. بص قد ايه؟ بص بقى كميه الانرجي اللي عند البرودكتس قد ايه؟ بص قد ايه؟ لو جيت سالتك مين عنده انرجي اكتر، الرياكتنس ولا البرودكت؟ في الرياكتنس ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه يا ولاد؟ ابزورب لي انرجي. شايف في الرياكتنت كميه الطاقه اللي امتصاها؟ دي كميه الطاقه اللي الرياكتنت امتصاها، دي كميه الطاقه اللي الرياكتنت امتصاها. شايف في البرودكت ايه اللي حصل في البرودكت يا ولاد؟ ريليس للانرجي، الطاقه خرجت. شايف كميه الطاقه اللي البرودكت خرجها؟ هتقول لي ايه ده يا مستر؟ انا ملاحظ ان البرودكت خرج طاقه اكتر من ايديا. بص خرج طاقه قد ايه؟ انما الرياكتنت عمل ابزورب الانرجي اقل. طب ايه المشكله يا مستر؟ عزيزي لو جينا نقارن بين الاثنين دول هتلاقي ان المفروض الطاقه اللي هنا بتاعت الرياكتنت كان المفروض يبقى توصل له لهنا، يعني البرودكت كان يبقى اخره هنا كده، كده تقريبا اهو. لا مش كده قوي، مش كده قوي، لا لحد هنا كده تقول لي ده كان المفروض كميه الطاقه اللي توصل للبرودكت الجزء لحد هنا. الطاقه الزياده دي يا مستر ازاي بقى دي موجوده؟ الطاقه الزياده دي جت ازاي؟ حبيب قلبي انت عارف الطاقه الزياده دي ايه هي؟ انت عارف الطاقه الزياده دي مين؟ الجزء الزياده ده اللي خرج ده، اللي مش موجود في الرياكتنت ده، الجزء ده. عارف الجزء الزياده ايه هو؟ الجزء الزياده ده هو الجزء اللي حصل له ريليس كايه؟ كثيرمال انرجي. يعني يا مستر هو ده الجزء اللي عمل ريليس او خرج كطاقه حراريه. اكزاكتلي، بالظبط كده، الله ينور عليك. ده الجزء اللي خرج كطاقه حراريه. شفت جميله ازاي؟ هيقول لي عايز ايه؟ عايز ياكل. اروح اكل ولا افضل اشرح؟ هو الاكل جه؟ ما طلبتوش اصلا. يعني انا قاعد بشرح يا ولاد على انهم طلبوا الاكل، في الاخر يوم مش ما طلبناش. العظيم اقسم بالله مش هيجوا غير بده. ثانيه واحده ولاد جاي. يعني ايه يعني؟ معلش يا ولاد بس انت عارف بقى احنا الساعه داخله على 3 و2 و3 الفجر، فاحنا خلاص بقى في رمضان عايزين نتسحر وناكل، فما تكونش قاعد بتشرح كل ده، قاعد بتشرح على اساس ان امل ان انت بعد ما تخلص الفيديو هتلاقي ان في اكل جاي، تفاجئ
ان الاكل لسه ما جاش، لسه ما طلبوش اصلا. يا جدعان انا ممكن ابدل التيم ده بسندوتشين شاورما، يعني حد ياخد التيم ده ويديني سندوتش، انا هبوس ايدي وشي وضهري. انا موافق بسندوتشين شاورما عادي، محدش يقول لهم بس عشان ما يضايقوش. ممكن 3 سندوتشات بصراحه. بصوا يا ولاد، تعالوا هنا كده، احنا عرفنا مين يا ولاد؟ التفاعل بتاع الاكزوثيرميك. تعالى بقى نشوف شكل التفاعل بتاع الاندوثيرميك. بص كده التفاعل بتاع الاندوثيرميك بيكون عامل ازاي. ركز كده فيه معايا اهو. هنرسم نفس الحاجه بالظبط، نفس الحاجه بالظبط اهو. لا مش عايز اللون ده، اللون ده اخي وحش قوي. تعالى كده، هو لون حلو يعني، بس انا اقصد يعني اللون في الجراف ده مش هيبقى شكله مش حلو يعني. نفس الفكره اهو اهو. تمام يا ولد، نفس الفكره. عندك هنا الانرجي، الطاقه او الهيت اللي هي الحراره، وهنا التايم المعمول الوقت. بص بقى الفرق يا ولاد، بص بقى ركز بقى في الفرق. حياه ابوك، حياه امك، حياه عيلتك كلها، لا تركز في الفرق. بليز سيلف بلاي، ركز. بص هنا يا ولاد، دول مين؟ الرياكتنتس اهم، دول الرياكتنتس. حلو. بعد كده التفاعل محتاج الاكتيفيشن انرجي عشان التفاعل بتاعي يبدا. فادي يا عم التفاعل هيبدا يجي له اكتيفيشن انرجي عشان يبدا اهو، جاله الاكتيفيشن انرجي. وبعد كده التفاعل بدا، فالرياكتنت يا صاحبي هيبدا يتحول لحاجه تانية باسم الايه؟ البرودكتس. فادي التفاعل هيبدا يتحول للبرودكتس. ده كده يا ولاد الخط بتاع مين ده؟ ده طبعا الخط بتاع البرودكتس اهو. دول كده برودكتس، الناتج. بص بقى كده يا ولاد فرق الانرجي. بص بقى المره دي فرق الانرجي. شايف كميه الانرجي اللي الرياكتنت عمل لها ابزوربشن قد ايه؟ شايف الرياكتنتس عملوا ابزورب الانرجي قد ايه؟ كميه طاقه ايه؟ مهوله. بص في المقابل البرودكت خرج كميه طاقه قد ايه بس؟ شايف كميه الطاقه اللي هو خرجها؟ شايف البرودكت خرج طاقه قد ايه؟ بص الرياكتنت امتص كميه طاقه قد ايه؟ مين اكبر؟ هتقول لي الرياكتنتس اكبر. هقول لك حلو. طب الرياكتنتس اكبر قد ايه؟ تقول لي يا مستر والله المفروض البرودكت تقريبا يعني الجزء ده لحد هنا، يعني حد هنا ده كده لحد هنا برودكت. يبقى انت عندك بقى في جزء زياده هنا، صح؟ بص كده الجزء زياده ده اهو، ده كده جزء زياده ما كانش موجود فين؟ في البرودكت. الجزء الزياده ده موجود فين يا ولاد؟ في الرياكتنتس. طب الجزء الزياده ده ايه هو؟ عباره عن ايه الجزء الزياده ده؟ الجزء الزياده ده عباره عن الانرجي اللي حصل لها ايه؟ ابسوربشن، امتصت. دي الانرجي اللي ابزوربد، الطاقه اللي تم امتصاصها في الرياكشن. الانرجي ابزوربد، الطاقه اللي تم امتصاصها فين يا ولاد؟ في الرياكشن بتاعنا اللي في الرياكتنت. شفت بقى شكل الجراف؟ لو جيت تبص عليهم الاثنين هتلاقي الاثنين عكس بعض. واحد عامل لك يعني حرفيا، واحد عامل لك كده والتاني عامل لك كده، تمام؟ فواحد عامل كده وواحد عامل كده، وهتلاقيهم موجودين عندنا في الكتاب بتاعنا. طبعا يا صديقي لو انت عايز تطلب الكتاب بتاعنا، احنا الكتاب بتاعنا موجود على منصه اديو فاليو، هتلاقي كل الكلام ده موجود. وطبعا لو عايز تشترك معانا على المنصه برضو تقدر تشترك معانا على المنصه، لان في المنصه بيكون موفر لك حاجه اكتر من على اليوتيوب. اليوتيوب احنا بننزل عليه عادي وكل حاجه، وده بننزل عليه شرح وكل حاجه، بس الفكره ان المنصه دايما بيكون اختيار افضل بالنسبه لنا. ليه؟ اولا في المنصه بعرف احط لك امتحان قبل كل حصه. ثانيا في المنصه بعرف اتواصل مع ولي امرك وابلغه درجتك. ثالثا لو في اي مشكله معاك بتقدر تبعت لنا على رقم الدعم، لو انت في جزء مش فاهمها نعرف نفهمها لك. لو في سؤال واقف معاك تقدر تبعته لنا، فبيكون في كوميونيكيشن او بيكون في تواصل ما بيننا. انما على اليوتيوب صعب التواصل بيني وبينك هو عباره عن الكومنتس اللي موجوده تحت الفيديو، لو انت طالب حاجه بتطلبها في الكومنتس. وطبعا انا يعني خليني اقول لك قد ايه انا بحب بجد الكومنتس بتاعتكم، يعني اقسم بالله بجد الكومنتس الاخيره اللي كانت على الفيديو اللي فات قد ايه بسطتني، قد ايه الكومنتس كانت جميله جدا. وانبسطت جدا انا شفتها. يعني صدقوني الدعوات اللي بتدعوها دي اقسم بالله بجد هي اللي بتخليني نكمل. انت مش متخيل يعني ايه تكون الساعه دلوقتي مثلا 2 3 وانا قاعد لسه بسجل لك عادي، رغم ان احنا كنا شغالين من الساعه 1 الظهر.
فانا اشتغلت واحده واشتغلت الساعه 3 وبعد كده روحت فطرت واشتغلت الساعه 7 واشتغلت 9 بعد كده جيت في مصر بدأت التصوير وعادي ومكمل. ليه؟ بسبب تشجيعكم، بسبب الكومنتس الحلوه اللي انتوا بتكتبوها تحت دي. الكومنتس الحلوه دي اقسم بالله بتكتبوها تحت بجد يعني يعلم ربنا بتدينا قد ايه كتيم كلنا، كحتى يوسف بيمنتج، كحتى اللي ماسكين اليوتيوب بيرفعوا لنا الفيديوهات، كحتى المنصه نفسها ايديو فاليو وبوست ميديا، كل دول انت مش قد ايه بيدينا شغف اللي احنا مكملين. فلو الحاجات دي بتعجبك، الفيديو شرح بيعجبك، مش هياخد من وقتك دقيقتين انك تعمل، او مش دقيقه حتى، تعمل لايك وسبسكرايب او حتى تكتب لكم كلمه حلوه في الكومنت، مش هياخد من وقتك دقيقه. بس الحاجات دي بتفرق معانا جامد جدا، بتدينا دافع ان احنا نكمل لك، ننزل لك اكتر. هتلاقينا حتى بننزل لك حل التقييمات الاسبوعيه، احنا هتلاقينا ننزل لك حل تقييم الاسبوع الرابع نزلناه لك. ايه رايك نزل مع الفيديو دون؟ شفت هتلاقي كمان في فيديو حل تقييم الاسبوع الرابع. ومش بس كده، ده انا كمان هشرح لك ضفدعه في الفيديو ده، شوف توصل ايه. او الفيديو الجاي ممكن اشرح لك فيه ضفدعه زي ما عملنا في سنتر شرحنا لهم ضفادع عشان نشرح عليها. فبالتالي الحاجات دي بتدينا شغف جدا احنا نكمل. فيعني ما تبخلش بالكلمه الحلوه، صدقني بتفرق معانا جامد جدا يعني. طيب تعالى بقى هنا، زي ما اتفقت معاك، شكل الجراف بتاع الاكزوثيرميك، شكل الجراف بتاع الاندوثيرميك. طيب بصوا بقى يا ولاد، بصوا يا ولاد، تعالى كده نتكلم على الامثله. طبعا قلنا تفاعلات اكزوثيرميك، قلنا زي مين؟ دي تفاعلات بتخرج طاقه او حراره، زي تفاعل السيلولار ريسبريشن بيخرج اي تي بي، بيخرج طاقه اهو. اهو زي تفاعل ايه يا ولاد؟ الايروبيك ريسبريشن بيخرج انرجي اللي على شكل اي تي بي. الاي دي هي الانرجي اللي على شكل اي تي بي. طيب عندك كمان تفاعل الهيدروكلوريك اسيد مع الصوديوم هيدروكسيد اللي بنسميه نيوتراليزيشن رياكشن. على فكره بتحط اتش سي ال اللي هو هيدروكلوريك اسيد على ان اي او اتش اللي هو صوديوم هيدروكسيد، لما تحط الاثنين على بعض بيديك سولت ووتر وهيت. اقسم لك بالله التفاعل ده بنعمله كتير، لما دايما بنحط ان اي سي ال اللي هو ملح الطعام، سوري انا اسف، اتش سي ال اللي هو هيدروكلوريك اسيد على صوديوم هيدروكسيد، تحطهم على بعض، الانبوبه اللي انت ماسكها في ايدك دي بتسخن بطريقه مش طبيعيه، لان الرياكشن ده بيخرج كميه حراره مش طبيعيه، كميه هيت كبيره قوي بتخرج. تمام؟ ده بيخرج هيت. او حتى التفاعل بتاع الصوديوم مع الميه، لو جبت قطعه صوديوم وحطيتها في الميه، القطعه دي بتعمل ايه؟ الله ينور عليك، بتفرقع وبتخرج نار، في نار بتخرج في الميه. يبقى ده التفاعل ده برضه يعتبر ايه؟ اكزوثيرميك، عشان بيعمل ريليس للهيت او ريليس للانرجي. طيب مين بقى التفاعلات اللي بتكون اندوثيرميك؟ اللي بتكون العكس. التفاعلات دي بقى يا صاحبي العكس. يعني ايه مستر العكس؟ في التفاعلات دي يا صاحبي انت بتمتص طاقه، زي تفاعل الفوتوسينثيسيس في النبات. هو الفوتوسينثيسيس عشان يحصل النبات محتاج ايه؟ محتاج كربون دايوكسيد، محتاج ووتر، وعن طريق اللايت انرجي. عن طريق مين؟ لايت انرجي. ها لايت، امتص اللايت، عمل امتصاص للطاقه، عمل امتصاص لللايت انرجي عشان يكون لك الجلوكوز والووتر والاكسجين جاهز. طب ممكن اسالك سؤال، هو كده عمل ريس للانرجي ولا عمل ابزورب؟ لا ده عمل ابزورب لللايت انرجي. فبالتالي ده تفاعل ايه يا اولاد؟ ده يعتبر تفاعل اندوثيرميك، عملنا فيه امتصاص للطاقه. او تفاعلات الثيرمال ديكومبوزيشن. فاكر تفاعلات الثيرمال ديكومبوزيشن اللي خدتها في ثالثه اعدادي؟ لما بتجيب ماده مثلا زي مثلا ميركوريك اوكسايد، كنت بتسخنه بيتكسر الميركل لوحده واكسجين لوحده. انت كنت بتعمل في التفاعل ده ديكومبوزيشن بالثيرمال، بالهيت، بتسخن التفاعل، كنت بتعمل علامه مثلث عليه. لما انت بتسخن التفاعل، التفاعل بيمتص انت بتسخنه عشان التفاعل يعمل ايه؟ يمتص حراره، يعمل ابزورب. فده تفاعل اندوثيرميك. يبقى الديكومبوزيشن او تحليل السوليد بوتاسيوم، بنجيب السوليد بوتاسيوم كلوريد او كلوريت اللي هو 2 كي سي ال او 3 وبنسخنه، بنعمل له هيتنج يعني بتسخنه. فلما بيسخن بيعمل ابزورب الهيت، بيمتص الطاقه، بيمتص طاقه الحراره. فلما يمتصها بيتكسر لبوتاسيوم كلورايد واكسجين جاز. تمام يا ولاد؟ طيب تعالى بقى نعمل calculating للاماونت اوف هيت، نحسب كميه الحراره. انا عايزك بقى تركز معايا في الجزئيه دي، تركز قوي معايا قوي 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 في الجزئيه دي. بصوا يا ولاد، ازاي نحسب كميه الحراره؟ وايه كميه الحراره دي اصلا؟ بصوا يا ولاد، في يا ولاد قانون مشهور جدا معانا اسمه law of conservation of، طبعا يا مستر law of conservation of energy اللي قلناه من شويه، اللي هو الطاقه لا تفنى، الطاقة لا تفنى ولا تنشأ من العدم بس تتحول من شكل آخر، صح؟ اللي هو energy is neither created nor destroyed but it changes أو transformed from one form to another، صح؟ لا، أصلا ده لا. في قانون تاني اسمه law of conservation of
matter او بنسميها الماس، الكتله. اللو اوف كونزرفيشن اوف ماتر او ماس، قانون الحفاظ على الكتله. القانون ده بيقول لك ايه؟ نفس اللي اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي بيقوله، بس بدل انرجي حطيت ماس. الكتله او الماس لا ينشأ من العدم ولا يفنى، بس بيتحول من شكل لشكل اخر. ايه ده مثلا كده زي الانرجي، قانون الطاقه كان بيقول كده، الطاقه لا تفنى من العدم، او لا تنشأ ولا تنفى لا تنشأ من العدم ولا تفني، بس هي بتتحول من شكل لشكل اخر. طب ما هو نفس التعريف يا مستر. ايوه دي فكره، هما نفس كل حاجه، بس الفكره ان انا شلت كلمه انرجي وحطيت مكانها ماس، كتله. شلت الطاقه وحطيت كتله. يعني الكلام ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت كان معاك في الرياكتنت، عشان بس تفهم الكلام يا ولاد، لو معاك في الرياكتنتس مثلا مثلا 10 جرام 10 جرامز، هتلاقي في البرودكتس هيطلع كام؟ نفس ال 10 جرامز. كمية الطاقة، كمية الكتلة اللي داخلة نفس كمية الكتلة الماس اللي خارج. الماس بتاع الرياكتنت قد الماس بتاع البرودكت، وده يثبت ان الماس is neither created nor destroyed. الكتلة لا تنشأ من العدم ولا تفنى. امال يا كانت كتلة كبير بتتحول من شكل الى شكل زي ما انت شايف كده، اتحولت من رياكتنتس لبرودكتس. تعال ناخد كده مثال على الكلام دون. معانا مثال اهو. المثال ده بيقول لك معاك 2 H2 بلس O2. التفاعل ده هيكون لك ووتر 2 H2O بلس هيت، حرارة. تعالى كده نحسب يا مستر، نحسب الماس او المولكيولار ماس. هنحسب ايه؟ المولكيولار ماس بتاع ده وده اللي هم الرياكتنتس، ونحسب المولكيولار ماس بتاعت الووتر اللي هي تعتبر برودكت. تعالى نحسب. عشان نحسبهم لازم افتكر الاتوميك ماس او اللي هو الماس نمبر. بصوا يا ولاد، الماس نمبر بتاع الهيدروجين بيبقى ايكوال ل 1، والماس نمبر بتاع الاكسجين بيكون ايكوال 16. ايه ده يا مستر؟ هو الماس نمبر اللي كان في البيريودك تيبل او الجدول ده لازم تكون حافظهم؟ لا، هو هيجيبه لك في المساله. في المساله هو هيجي يقولها لك. ايه ده يا مستر دي مساله؟ ايوه بيجي يقول لك مساله وهات المولكيولار ماس او الكتله بتاعه الكلام ده. بصوا يا ولاد، تعال نجيب كتله الهيدروجين. الهيدروجين الواحد احنا بنعوض الهيدروجين يا ولاد كتلته بكام؟ ب 1. فاحنا بنعوض هنشيل الهيدروجين نكتب مكانها 1. يعني الكلام ده معناه ان معاك ال2 اهي زي ما هي، وهشيل الهيدروجين نكتب مكانها ايه يا ولاد؟ 1 بتوين براكت كده 2 و1. وما تنساش ان هنا في ايه تاني يا ولاد؟ في 2 تانية هنا. عندك 2 هنا في الاول هنا نزلناها، وفي 2 تانية هنا. ال2 تانية دي معناها باي 2، يعني 2 بتوين براكت 1 مكان الهيدروجين ايه؟ باي 2. في بعد كده ايه؟ بلس، ادي بلس ايه. بعد كده O2. طب الاول واحده بكام؟ الاول واحده اللي عندك بكام اهي؟ ب 16. يبقى الاو هنا ب 16، وما تنساش ان هنا في 2، يبقى 16 باي 2. كده دول كلهم على بعض مين؟ الرياكتنتس. افتح الكالكليتر واكتب فيها 2 بتوين براكت 1 باي 2، يعني 2 باي 2. 2 باي 2 هنا يبقى 4. 4 بلس 16 باي 2 يبقى حوالي، اكتب الكلام ده كله على الكالكليتر زي ما هو كده، هيطلع لك 34 بلس 4، هيطلع لك 38 جرامز. هيطلع 38. هيطلع في اخر التوتال كله 38 جرامز اهو تقريبا، يعني ان شاء الله. تعالى بقى نحسب مين؟ البرودكت بتاعي اهو. تعالى نحسبه. بص تعالى نحسب. معانا ال2 اهي في الاول نازله زي ما هي اهي، ال2 اهي ننزلها وافتح البراكت بتاعي. عندي بعد كده الاتش، صح؟ الاتش بكام يا ولاد؟ 1 اهو. وبعد كده بعد الاتش في 2 ثانيه، صح؟ يبقى 1 باي ال2 الثانيه بتاعت الاتش اهي. لا ثانيه واحده مش حلوه، واقفل البراكت. وبعد كده الاتش دي لازق فيها مين؟ لازق فيها او، يبقى بلس الاو اللي لازقه. الاو اللي لازقه اللي عندي دي، الاو اللي لازقه عندي بكام؟ ب 16، ما انا اديتها لك. احسب على الكالكليتر. ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده قبل ما تحسب. ما تنساش ان التو اللي في الاول دي اللي هي دي، التو دي هي عايده على الاتش وعايده كمان على مين؟ على الاو. يعني ايه يا مستر؟
يعني يا صديقي ال2 دي عايده على باي دول وكمان باي 16 دي. طب يا مستر اعملها ازاي؟ هقول لك تعملها ازاي بطريقه بسيطه. تعمل 16 كده بتوين براكت وتحط هنا باي 2. طب مستر باي 2 دي جت منين؟ يا حبيبي ما قال ما هي دي الطول في الاول، ما ال2 دي عايده على الاتش وكمان عايده على الاو، يعني المفروض الاو دي تبقى 16 صح؟ وهضربها كمان في كام؟ في ال2، وكمان ال2 دي ضربه في الاتش اهي، ضربه في الاتش مش 2 اهي، ضربه في الاتش برضه هي ب1. طب ليه يا مستر مزود في الاتش كمان 2 ثانيه؟ عشان اتش فيه 2 بعد و2 قبل، بص كده اتش عندها 2 قبل و2 بعد، 2 قبل و2 بعد، انما ال 16 عندها 2 واحده بس، زودها بقى قبل وبعد مش تفرق، مش تفرق اللي هي 2 واحده بس اهي. لما تكتب الكلام ده على الكالكوليتر يا ولاد هيطلع لك، عارف يطلع لك كام يا ولاد؟ 2 باي 2 هنا 4 بلس 32 4 هيطلع لك بالكالكوليتر 34 بلس 4 هيطلع لك 30، هيطلع لك برضه يا ولاد 38 جرامز، برضه 38 جرام. بص هنا كان كام؟ بص هنا كام؟ يا لهوي، لا 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 لا. يعني ايه؟ يعني ايه يعني؟ يعني ايه؟ لا 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 لا، انا ممكن اذبح نفسي فيها دي. تخيل بعد تكتب كل ده البورد تقرر تقول لك ايه؟ طب يلا مفيش شرح. مين اللي دعا عليا يا اولاد؟ مين اللي دعا عليا؟ ده انا بحاول افهمك بكل التفصيل والله، مش مشكله بقى، امرنا لله. طيب طب حسبناها يا اولاد صح؟ طلعنا في الاخر ان كله بكام يا اولاد؟ 36. 36 ازاي يعني؟ انا كنت بحسب غلط ولا ايه يا اولاد؟ انا كنت بحسب غلط فعلا. طب كويس ان هي قفلت، عشان كان 32 بلس 4 ب 36 ب 38 فعلا. ايوه كانت 38 36 ب 38، انا كنت بحسبها غلط. شفت بقى، شفت قدره ربنا؟ قرر ان هو يقفل البورد عشان انا فعلا كنت بحسبها 38 ب 36، المفروض تطلع 36 في رياكتنت و36 في برودكت. طيب كويس، حصل خير يا اولاد. يبقى يا اولاد 36 هنا و36 هنا، راعي اللي انا بشرح بقالي تقريبا 15 ساعه فانا دماغي هنجت. طيب الحمد لله الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يا ولاد، 32 هنا و32 هنا. طيب فطبعا زي ما انت شايف الماس اللي داخل قد الماس اللي ايه؟ اللي خارج، وده بيثبت ان اللو اوف كونزرفيشن اوف ماس بيكون صح، كميه الماس اللي هنا قد اللي هنا، اللي في الاكتنت قد في البرودكت. يعني الماس زي ما انت شايف كده، هو ان الماس ماله is neither created nor destroyed but is transformed، بيتحول from one form to another، من شكل الى شكل اخر. طيب تعالى كده نتكلم على المولز. في حاجه يا اولاد معانا اسمها المول، مهمه جدا جدا جدا. خدنا اللو كونزرفيشن اوف ماس وفهمناها خلاص. بيقول لك ان السم اوف الماس اوف رياكتنت لازم يكون ايكوال السم اوف ماس اوف ايه؟ برودكت. الماس بتاع الرياكتنت لازم يكون قد الماس بتاع البرودكت، لازم يكون قده. طيب تعالى بقى ناخد المول. ايه المول ده يا اولاد؟ المول دي زي ما انت حسبتها كده. بص يا اولاد، لو قلت لك دي اكسجين صح؟ هتقول لي اه يا مستر. هسالك في قبلها اي حاجه؟ هتقول لي لا. يبقى دي كده اسمها 1 مول اوف اوكسجين. ال1 مول اوف اوكسجين جاز يا اولاد، ال1 مول دي بكام؟ يعني ايه بكام يا مستر؟ يعني بكام جرام؟ تعالى كده احسبها. مش الاو كانت ب 16 يا اولاد؟ الاو كانت بكام؟ ب 16، وهنا في بعد الاو في ايه؟ 2، يبقى 16 باي 2. يبقى ال1 مول اوف اوكسجين يا اولاد فيها كام؟ فيها 32 جرامز. طب مش واخد بالك من حاجه؟ دي كده 1 مول من الاكسجين. المول يا اولاد هو عباره عن المولكيولر ماس بتاعت السبستنس اللي بقيسها بالجرام. المولكيولر ماس، المولكيولر ماس بتاع سبستنس معينه اقيسها بالايه؟ الجرام. تمام؟ على سبيل المثال بص هنا، دي 2 H2. H2 كده لوحدها، كده لوحدها من غير الطول اللي بره، سيبقى في كيس الطول اللي بره بس دلوقتي. H2 كده لوحدها دي يا اولاد، دي كده تبقى مول واحده، مول واحده. تعالى كده احسب ال1 مول يا اولاد، احسب كده ال1 مول. ان 1 مول من اتش يا اولاد بكام؟ والله يا مستر الاتش ب 1، فتبقى 1 باي 2، يبقى ايكوال 1 باي 2 يبقى 2 جرام. الله ينور عليك. بس هل انا بقى هنا في المثال ده عندي رقم قبل الاتش ولا ما عنديش؟ تقول لي ايوه عندي. انت عارف الرقم ده يمثل ايه؟ يمثل عدد المولز.
عدد ايه يا مستر؟ عدد المولز. يعني هنا انت مش معاك 1 مول، هنا في 2 صح؟ يبقى معاك كام مول؟ 2 مولز او 2 مول. طب معلش يا اولاد، هو المول الواحده كنا طلعناها بكام لو فاكر؟ المال مول طلعناها بكام جرام؟ حسبناها ب2 صح؟ يبقى ال2 مول يا صاحبي، يبقى ال2 مول انا احسبها بايه؟ ب2. مش الواحده ب2؟ طب لو 2 يبقى 2 باي 2. 2 باي 2 بكام يا اولاد؟ ب 4 جرامز. طب لو 3 مولز يبقى 3 باي 2 ب 6 جرامز. طب لو 4 مول يبقى 4 باي 2 ب 8 جرامز وهكذا. طب لو 5 مولز يبقى 5 باي 2 وهكذا. طب تعالى احسبها هنا. دول سيبك من الطول اللي قبل ديت، سيبك من الطول الاول اللي هنا. دي كده ووتر صح؟ دي كده ووتر، اتش تقول هي ووتر. تعالى نحسب 1 مول اوف ووتر. المول الواحده من الميه بكام يا ولاد؟ ال 1 مول اوف ووتر بكام؟ والله تعالى نحسبها يا مستر. انا عندي اتش 2 يعني 2 باي 1 لان هي اتش 2 او 1 باي 2 مش تفرق، بلس الاكسجين. الاكسجين بكام يا ولاد الواحده؟ الاكسجين الواحده بكام؟ ب 16. هتطلع لي يا مستر 2 بلس 16 يبقى 18 جرامز. دي كده ايه يا ولاد؟ ال1 مول. طب هل انت في المساله دي معاك مول واحده ولا في 2 هنا؟ تقول لي لا في 2 قبلها، وانا قلت لك ال2 اللي قبلها دي معناها ايه؟ معناها عدد المولز. فانا هنا كده معايا كام مول؟ 2 مول. طب لو المول الواحده ب 18 يبقى ال2 مولز بتاع الووتر بكام؟ والله يا مستر اخد ال 18 دي، مش ال1 مول ب 18، يبقى اخد المول دي واضربها في 2، اخد 2 اضربها في 2. 18 باي 2 عشان احسب 2. 18 باي 2 تطلع كام يا ولاد؟ تعمل لها كده 18 باي 2 تطلع لك 36 جرامز. عرفت يعني ايه مول؟ المول دي المولكيولار ماس بتاعت السبستنس تقيسها بالجرام. واعرف منين عدد المولز اللي معايا؟ من الرقم اللي قبل الماده. يعني هنا ما كانش في اي رقم خالص صح؟ كان في اي رقم هنا؟ لا، فبالتالي كان 1 مول بس. هنا 2 مول عشان في هنا 2، هنا 2 مول من الميه عشان في هنا 2. فهمت الفكره يا ولاد؟ فهمت يعني ايه مول؟ طيب تعالى بقى هنا. طبعا بعد كده لاحظنا ايه؟ ان عدد الماس اللي في الرياكتنت بيبقى قد عدد الماس اللي في ايه يا ولاد؟ في البرودكت. هنا كان 36 وهنا برده كان ايه يا ولاد؟ كان 36. despite بالرغم ان كان في ريليس اوف الانرجي ان ذا فورم اوف هيت، بالرغم ان كان في انرجي خارجه على شكل ايه؟ فاكر انرجي كانت خارجه على شكل ايه يا ولاد؟ هيت. طب ممكن اسالك سؤال؟ هو الانرجي دي او الهيت دي كان عندها كتله؟ لا يا مستر ما كانش عندها. ده كان هنا في 36 وهنا طلع 36. امال الهيت دي كتلتها كام؟ حبيب قلبي الهيت دي مش كتله، الهيت ده مش ماس اصلا، او سوري الهيت ده مش ماتر. هو الهيت دي ماتر ماده؟ هي الهيت دي ماده؟ اسال نفسك هي الهيت دي ماده؟ لا يا مستر هيت مش ماده. امال الهيت دي عباره عن ايه؟ عباره عن انرجي، طاقه. وانا قلت لك قبل كده في فرق بين الماده والطاقه. ماتر دي سبستنس ماده، انرجي مش دي طاقه مش ماده، دي طاقه. فتاني دي طاقه. يبقى تاني despite the release of energy in the form of heat this example proved ايه يا ولاد؟ the law of conservation of mass. وان هو بيقول لك ان الماس is neither created nor destroyed during a chemical reaction but transferred from one form to another. الكتله لا تنشا من العدم ولا تفنى، بس تتحول من شكل لايه؟ لشكل اخر. تعالى بقى يا ولاد ناخد the presence of heat as a product does not mean loss of mass. هو ليه وجود الهيت مش معناه خساره في الماس؟ لان انا لسه قايل لك حالا ان الهيت دي تعتبر ايه؟ الهيت دي تعتبر ايه؟ energy and not matter. لان الهيت دي طاقه مش ماده، فبالتالي هي مش لوس اوف ماس. هي ليه مش لوس اوف ماس؟ ليه ما كانش في كتله خارجه معايا؟ عشان الهيت دي ما كانش عندها كتله. ليه؟ عشان الهيت دي مش ماتر، الهيت دي انرجي مش ماتر، مالهاش علاقه بالماس. تمام؟ and therefore not included in the mass calculation. فبالتالي مش بنحسبها مع الماس. طيب اخر حاجه معانا يا اولاد الهيت كونتنت اهو، ونكون خلصنا الدرس بتاعنا خلاص. ونشرح لك ان شاء الله ضفدع الحصه الجايه. الحصه الجايه ركز بقى فيه قوي عشان الحصه الجايه ان شاء الله هشرح لك فيها ضفدع. هشرح لك فيها ايه؟ ضفدع هيتشرح الحصه الجايه ان شاء الله. في الضفدع ده يا ولاد هنشرح عليه اخر بروسيس اللي هي الاكسكريشن. كده شرحنا ترانسبورتيشن والسيلولار ريسبيريشن، واخر حاجه الحصه الجايه ان شاء الله في ليسون 3 هناخده كله مره واحده وهو الاكسكريشن، ونكون خلصنا 3 دروس باذن الله. وبعد كده الاسبوع اللي قبل رمضان اللي قبل العيد على طول هنخلص ليسون 4، ناخد العيد اجازه، نيجي من العيد نبدا في ليسون 5 نكون خلصنا نص المنهج من اول 4، من اول ليسون 4 نكون خلصنا نص المنهج اصلا. بصوا يا اولاد، بصوا يا اولاد، تعالى ناخد الهيت كونتنت
ايه يا اولاد الهيت كونتنت دي؟ دي يا اولاد الهيت كونتنت يعني محتوى يعني محتوى اللي انت بتنشره، المحتوى بتاع الحراره، محتوى الطاقه الكيميائيه اللي موجود في ال1 مول. مش احنا كنا بنحسب المول من شويه، كنا بنحسب ال1 مول، كميه الحراره اللي موجوده في المول الواحد بنسميها ايه يا اولاد؟ هيت كونتنت، كميه الحراره او كميه الطاقه الكيميائيه اللي موجوده في المول الواحد، وبنقيسها الهيت كونتنت بنقيسه بايه؟ بكيلو جول بير مول. مستر ايه كيلو جول دي؟ حبيب قلبي انت واخد بالك كتير جدا ان اي انرجي في الدنيا، اي طاقه في الدنيا، سواء كيميكال، الكتريك، هيت، لايت، اي طاقه في الدنيا بتقيسها بالايه؟ انت واخدها من اول درس، بنقيسها بالجول، كيلو جول، تمام؟ بير مول اللي في المول الواحده، كام جول في المول الواحده. طيب طبعا كل ماده بتختلف في الهيت كونتنت بتاعتها، يعني الهيت كونتنت بتاعت الاكسجين مختلفه عن الهيدروجين، مختلفه عن الووتر، مختلفه عن الكربونيت، مختلفه عن الصوديوم كلورايد، مختلفه عن مش عارف ايه. كل ماده عندها هيت كونتنت خاصه بيها. ليه يا مستر؟ لان كل ماده عندها عدد من الذرات معين، عندها ماس معين، عندها نمبر اوف اتومز معين. فبالتالي كل ماده عندها تايب اوف اتوم مختلف، كل ماده عندها نمبر اوف اتوم مختلفه، كل ماده عندها تايب اوف بوندز مختلفه، ممكن تكون البوند ايونيك او كوفيلنت او هيدروجين او سنجل كوفيلنت او دبل كوفيلنت او تريبل كوفيلنت. فبالتالي كل ماده بتختلف في الهيت كونتنت. ليه؟ لان الهيت كونتنت معناها كميه الطاقه اللي الماده دي مخزناها في المول الواحد، فبالتالي هتختلف من ماده لماده حسب نوع الاتومز وعدد الاتومز ونوع البوند. طيب اللي تشينج ان هيت كونتنت يا اولاد اللي هي دلتا هيت سهله جدا. عشان تجيب الدلتا هيت او اللي تشينج هيت كونتنت لازم اعمل الهيت كونتنت بتاع البرودكت ماينس الرياكتنت، البرودكت ماينس الرياكتنت. لو الهيت كونتنت بتاعك طلع بالنيجاتيف يبقى الرياكشن ده اندوثيرميك، لو طلعت بالبوزيتيف يبقى الرياكشن ده اكزوثيرميك. تاني، لو الهيت كونتنت طلع بالنيجاتيف يبقى الرياكشن ده يا ولاد اندوثيرميك، لو طلعت بالبوزيتيف يبقى الرياكشن ده اكزوثيرميك. تمام يا ولاد؟ يبقى الهيت كونتنت بتاعك بنعمل ايه يا ولاد؟ بنعمل برودكت ماينس رياكتنت. لو طلع بالنيجاتيف يبقى الرياكشن ده اندوثيرميك، لو طلع بالبوزيتيف يبقى الرياكشن ده اكزوثيرميك. فاكر بقى لما كنا بنشرح الاكزوثيرميك والاندوثيرميك قلت لك استنى على الهيت كونتنت، اهي الهيت كونتنت اهي. طبعا في الرياكشن الاندوثيرميك الرياكتنت بيكون اعلى من البرودكت، انما في اكزوثيرميك هتلاقي ان الهيت كونتنت بتاع البرودكت اعلى من الرياكتنت. طيب تعالى كده مساله نحلها نكون خلصنا خلاص شرح يا ولاد. تعالى كده حل معايا. بيقول لك ايه؟ the following equation هذه المعادله illustrate the complete combustion of alcohol، احتراق الالكول، ومديلي الهيت كونتنت او اللي تشينج تشينج ان هيت اللي خرج. اللي تشينج ان هيت اللي خرج يا ولاد كان كام؟ كان نيجاتيف 726.5 كيلو جول بير مول، هو اديهولي. طيب ماشي. Is this reaction endothermic or exothermic؟ قبل أي حاجة قول لي هل هذا التفاعل يعتبر endothermic ولا exothermic؟ تعالى كده بص أقول لك إيه؟ بيقول لك since إن الدلتا H is negative، عشان هي نيجاتيف ده معناه يا صاحبي إن الانثالبي بتاع البرودكت هيكون إيه يا ولاد؟ أقل من الانثالبي بتاع مين؟ الرياكتنت. يعني الرياكشن ده وأنت مغمض ده بيكون رياكشن إيه؟ exothermic. تمام يا ولاد؟ ليه؟ ده معناه يا صاحبي ان the difference between them is released into the surrounding meaning the reaction is ايه يا ولاد؟ exothermic. ده معناه ان في كميه حراره حوالي 726.5 كيلو جول من الهيت خرجت للسراوندنج. طيب تعالى بقى كده نجيب اول حاجه، عايزين نجيب تاني حاجه عايز اجيبها calculate the amount of heat released in كيلو جول. عايز كميه الحراره اللي بتخرج بكيلو جول from the combustion of 80 جرام من الميثانول، اللي هو الميثانول ده. given that carbon equal 12 hydrogen equal 1 والاكسجين equal 16. امسح الاتش عشان ما نسيبها. طيب تعالى ببص بحل ازاي. انا عايز اعرف لو انا حرقت 80 جرام من الميثانول، من الميثانول ده اللي هو ده، حرقت منه كام جرام يا ولاد؟ 80 جرام. هحرق منه كام جرام يا ولاد؟ 80 جرام. هيطلع لي قد ايه اماونت اوف هيت، كميه الحراره تخرج قد ايه. طيب تعالى كده نجيبها. اول حاجه عشان اجيبها لازم اجيب المولر ماس بتاعه او المولكيولار ماس. المولر ماس او زي ما بنسميها مولكيولار ماس. وعشان اجيبها هتجاهل ال2 اللي في الاول دي، يعني هجيب، وانا ارتجلت ال2 يبقى انا كده هجيب كام مول منه؟ هجيب 1 مول. تعالى نجيب المولر ماس بتاعه او يعني نجيب منه 1 مول. تعالى نجيب 1 مول منه. نجيبها ازاي؟
تعالى كده بص، عندك اول حاجه سي، السي بكام يا ولاد؟ 12 بلس 3 اتش، في كام اتش؟ 3 اتش، يبقى الاتش الواحده بكام؟ ب 1، وانا عندي 3 اتش، يبقى بلس 1 باي 3 او 3 باي 1 مش تفرق، بلس معاك اوهيا، الاو بكام؟ 16 بلس اتشايه، الاتشايه الواحده بكام يا ولاد؟ 1. 12 بلس 3 يبقى 15، 15 بلس 16 هيطلع كام يا ولاد؟ هيطلع 32. 16 بلس 1 يعني 17، ف 17 بلس مش عارف ال 3 بلس ال 12، يعني قول هنا 17 بلس 3 يبقى 20، 20 بلس 12 يبقى 32، يطلع لك كام اهي؟ 32 جرام. طب معلش يا ولاد، 32 ايه؟ جرام. ده كده المول الايه؟ الواحده. يعني لما بحرق 1 مول، ال 1 مول فيها كام جرام يا ولاد؟ 32 جرام. لما بحرق 1 مول اللي فيها حوالي 32 جرام بيديني رقم من الانرجي معين. دلوقتي انا عايز اعرف لما احرق، بصوا بقى الفكره، انا عايز احرق ايه يا ولاد؟ عايز اعرف لما احرق 80 جرام بدل 32، مش انا هحرق 32، انا عايز بحرق 80 جرام هيطلع لي قد ايه؟ طب تعالى كده نحسبها حاجه. هو انت كده يا صديقي، انت كده يا صديقي جبت الايه؟ ال1 مول بكام؟ ب 32. حلو قوي. بص بقى هنعمل ايه بعديها. بعديها قال لك انا لازم الاول اجيب النمبر اوف مولز اللي انا عايزها. يعني ايه يا استاذ؟ دلوقتي يا صاحبي انت عارف ان ال1 مول، بص بقى المعادله دي، بص بقى المعادله اللي هكتبها لك دي، انت عارف ان ال1 مول كده في حوالي 32 جرام زي ما طلعناها صح؟ طيب كام اكس او كام مول، يعني كام مول يطلع لي 80 جرام؟ كده تعرف تحلها؟ ما تعرفش. انا عايز كده الاكس، عايز الاكس. تعمل طريقه اخدتها في الماث اسمها الايه؟ السيزورز، المقص، عشان تجيب اكس. عايز اجيب اكس ده تعمل ايه؟ عشان اجيب اكس هعمل يا صديقي 80 divided 32. 80 divided 32 تقريبا يطلع لك 2.5 مول. يبقى انا يا صديقي 80 جرام دي، ال 80 جرام دي حوالي 2.5 مول. مش ال 1 مول فيها 32 جرام، يبقى ال 2.5 مول فيها حوالي كام؟ 18 جرام، 80 جرامز اللي هو عايزها. يبقى ال 80 جرام دي، ال 80 جرام دي فيها 2.5 مول، او اللي هي حوالي 2.5 مول يعني. يبقى ال 80 جرام حوالي 2.5 مول. كده الحمد لله جبنا عدد المولز اللي في 80 جرام. عدد المولز اللي في 80 جرام كام يا ولاد؟ 2.5. تمام؟ طيب عايز بقى اعرف كميه الحراره اللي هتخرج لما احرق كام يا ولاد؟ بص بقى، كميه الحراره هتخرج لما احرق 2.5 مول من الميثانول. اعملها ازاي؟ اسالك سؤال، هو ال1 مول من الميثانول يا ولاد ادانا قد ايه؟ نيجاتيف 726.5. هتقول لي عرفت منين يا مستر؟ اديها لك اهو. ال1 مول خرج لك الكلام ده، ال1 مول خرج لك الكلام ده. طب لو عايز احرق 2.5 هيخرج لي كام؟ خلاص، عايز تعرف ال 2.5 هيخرج لك كميه حراره قد ايه؟ خد الرقم ده اضربه في 2.5 شوف هيطلع لك كام. مش المول الواحد بيطلع الرقم ده؟ طب لو 2.5 مول هيطلع لك كام؟ خد الرقم ده اضربه في 2.5 هيطلع لك كام يا ولاد؟ هيطلع لك نيجاتيف 1816.25 كيلو جول. يعني كميه الحراره اللي عندك بتساوي الكلام ده. دي كميه الحراره الرياكشن ده هيخرجها. وبكده يا صديقي يكون ليسن 2 بارت 2 خلص. انا متاكد ان هو ليسن تقيل شويه، بالذات في الاخر. في الاول هو كان جميل جدا، تيجي في الاخر تحس ان هو ايه، رخم او طويل شويه. انا عارف، بالذات حوار الاندو في الهيت كونتنت ده، بس دي هتيجي مع الوقت ومع التمرين. طبعا على المنصه ننزل لك على المنصه فيديو حل الهوم ورك وفيديو حل التقييمات هنزله لك على اليوتيوب. بص على الفيديوهات دي عشان يكون في عليها مسائل من دي عشان تدرب عليها. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وبعد اذنك هتلاقي برضو كومنت، سيب كومنت كده حلو لذيذ لينا، وهتلاقي كمان لينك قناه التليجرام بتاعتنا. لينك قناه التليجرام هتلاقيه موجود في الديسكربشن. كل ما بننزل فيديو بنبعت الفيديو ده على طول في قناه التليجرام عشان تلحق تعرف ان في فيديو نزل. طيب كان معاكم اخوكم مستر مازن يوسف. خليك دايما فاكر ان مع مزون الساينس في السيف زون. سلام.